في أحد الأيام أعجب بعض المصلين بكثرة عددهم في المسجد، وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حاضرا بينهم، فقالوا له: تخيل يا إمام، كم عدد المصلين اليوم؟ فأجابهم: لا أحد. فاستغربوا من جوابه وقالوا في دهشة: أأنت أعمى؟ وكان في قولهم شيء من الجفاء وسوء الأدب، لكنه أجابهم بحكمة بالغة: الأعمى من يغمض عينيه عن أرملة أثقلها حمل الحياة. الأعمى من توجه إلى القبلة وأدار ظهره لليتامى والمساكين. الأعمى من سجد لله ثم تكبر على عباده. الأعمى من وقف في الصف الأول وغاب عن نصرة الجائع وقول الحق. الأعمى من تصدق يوما وهو قادر على أن يتصدق دوما. الأعمى من صام عن الطعام ولم يصم عن الحرام. الأعمى من طاف بالبيت الحرام ونسي أن يطوف حول فقراء يموتون من شدة العوز. الأعمى من رفع الأذان ولم يرفع قدر والديه. الأعمى من صلى وصام ثم غش في بيعه وشرائه. الأعمى من قام بين يدي الله وقلبه ممتلئ بالحقد والبغضاء لإخوانه. الأعمى من كان في عبادته انفصام عن أخلاقه ومعاملاته. الأعمى من صلى وسجد وهو يناصر الظالمين. الأعمى من صلى وصام ويداه ملوثتان بدماء الأبرياء. الأعمى من صلى ولم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. الأعمى من أخذ من الدين ما وافق هواه وترك ما خالفه. ثم تلا قول الله تعالى: فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فساد الصمت المكان، إذ لا يخلو أحد من تقصير أو ذنب، وتبين لهم أن العبرة ليست بكثرة الصفوف بل بصدق القلوب وصلاح الأعمال. قال الله تعالى: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وقال سبحانه: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. وقال عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فالعبادة ليست مظاهر ترى بل آثار تلمس في الرحمة والعدل والإحسان. والمساكين فريضة مقدمة على النافلة، والحقوق الواجبة قبل الأعمال المستحبة. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم.